رمضان مش بس الصيام عن الأكل، رمضان مدرسة لتعليم الأخلاق الإسلامية. الأخلاق في الإسلام هي منظومة قيم وسلوكيات إيمانية ثابتة مستمدة من القرآن والسنة، تعد جوهر الدين وثمرة العقيدة، وتهدف لبناء الفرد الصالح والمجتمع المتماسك. ترتكز على الصدق، الأمانة، حسن المعاملة والتقوى، وتعتبر أثقل ما في الميزان وسببا لدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الشهر الكريم ده هنعيش مع بعض 30 يوم، كل يوم خلق يغير فينا حاجة للأحسن، من الصدق للأمانة، من الصبر للرحمة، من حسن الظن لحسن الخاتمة. سلسلة قصيرة، كلمات بسيطة بس تأثيرها كبير. تابعنا في أخلاق رمضان، 30 يوم ب30 خلق.